بموكب جنائزي مهيب لحرس الشرف الجمهوري وبحضور رئيس الوزراء نور المالكي وعدد من البرلمانيين العراقيين وكبار ضباط الجيش العراقي، شيعت وزارة الدفاع جثامين شهدائها الخمسة الذين قضوا غدرا على يد العصابات الإرهابية في الرمادي، وسط تفاؤل رسمي بتراجع حدة الأزمة مع وعود عشائرية بتسليم الجنات إلى القضاء ودور أكبر للعشائر هناك في محاربة الإرهاب. أن أمل بشيوخ ووجهاء عشائر الأنبار اللي معظمهم قام بدورة واستنكر هذا العمل واستنفر كل جهوده من أجل تسليم القتلة. بكل تأكيد نحن مع الحلول للعقلاء إن كان هناك تسليم والقضاء يأخذ دورة وتسليم القتلة وعدم أعطاء الفرصة للتنظيمات الإرهابية بالسيطرة على ساحات التظاهر. بكل تأكيد نحن مع هذا الخيار. الأيام القادمة ستشهد ثورة عشائرية كبرى ضد القاعدة ومن لفها من المجرمين، وبالتالي فإن ساحات الاعتصام عليها أن تنبذ من في داخلها ومن يؤويهم ومن يساعدهم ومن يدعمهم، وأن لا تكون ملاجئ للأسلحة الفتاكة التي تفتك بالمواطنين العزل الأبرياء. وكان حفل التشييع مناسبة لدعوة البرلمان إلى جلسة طارئة لدعم الجيش العراقي في مواجهة العصابات الإرهابية. نحن نطالب بعقد جلسة خاصة لدعم الجيش والمؤسسة الوطنية ولتعزيز دور هذه المؤسسة في حماية المدنيين ولتكريم تضحياتهم. فيما طالب ذوو الشهداء بجلسة برلمانية مماثلة لمناقشة ملابسات الحادث الذي راح ضحيته أبنائهم الخمسة وهم عزل من السلاح في طريق عودتهم إلى عوائلهم في إجازة دورية. أطالب باسمكم مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية استنكارية لإدانة هذا العمل الإرهابي. نطالب من دولة رئيس الوزراء القصاص العادل. غدروهم من كانوا شيمتهم الغدر فقتلوهم، لكن الوطن لم يغدرهم، فكان لهم هذا التشييع المهيب جزءا من الوفاء لهم. من بغداد، رزاق العقيلي.